حصلت صداقة قوية بين الإسكندر الأكبر وفيلسوف من الفلاسفة الكبار المشهورين في عهده. وفي يوم وهما ماشيين مع بعض استأذن الفيلسوف الإسكندر الأكبر ودخل منطقة مدافع، ودخل معاه الإسكندر الأكبر. وفجأة وقف الفيلسوف قدام كومة كبيرة من العظم، وبدأ يبص للعظم بتركيز شديد، ويمسك عظمة ويسيب عظمة كأنه بيدور على حاجة معينة. ولما طال الوقت سأله الإسكندر الأكبر: ممكن أعرف أنت بتدور على إيه؟ رد الفيلسوف وقال: بدور على عظم والدك الإمبراطور فيليب، بس واضح إني مش عارف أفرق بين عظم العبيد وعظم والدك الإمبراطور. هز الإسكندر الأكبر راسه وعرف إن الفيلسوف عايز يقول له إننا كلنا بنتساوى في الموت، والموت ما يعرفش لا عبد ولا أمير. يا رب، يا رب خلي دايما الحقيقة دي قدامي. في الموت كلنا متساويين. في الموت لا في عبد ولا أمير.